ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا سندس، عندي 19 سنه، ومتجوزه واحد عنده 45 سنه. وفي يوم كنت في المطبخ ولقيته داخل وبيقول: عتمان، انت يا ست هانم، ازاي اتصل بيكي 3 مرات وانت مش عاوزه تردي عليا؟ بتعملي ايه في الشقه بالظبط؟ وبعدها قربت منه وقلت: ايه في ايه؟ انت مالك داخل عامل عيد ميلاد كده ليه؟ انا كنت في المطبخ والموبايل شكله رن، بس انا كنت عاملاه سايلنت. معلش انا اسفه. وكنت عاملاه سايلنت ليه ان شاء الله؟ كنت خايفه مين يرن عليكي وانا موجود هنا واعرف بيه. اتفضلي وريني موبايلك يا هانم. بجد انا زهقت من طريقتك دي، ولا بكلم حد ولا زفت. انا اختي كانت موجوده، وانت عارف ان عيالها اشقية، وكانوا عاوزين الموبايل يلعبوا فيه، فكتمت صوته وقلت لهم انا مش عارفه هو فين. هو البيت ده وكاله من غير بواب ولا ايه يا هانم؟ ازاي تدخلي اخواتك هنا من غير ما تقوليلي؟ تبقيتي على طول بتتصرفي كده من نفسك ولا ايه؟ يعني هعمل ايه؟ انا لقيتهم قدام باب الشقة، مش معقولة يعني مش هفتح لهم الباب؟ ما انا برضو ليا حرية. وقبل ما اكمل كلامي لقيته بيقول: انت ايه الطريقة اللي بتتكلمي معايا بيها دي؟ ده انت يومك مش فايت النهاردة. ده انا شكلي كده دلعتك زيادة عن اللزوم، وهربيكي من اول وجديد. وبعدها فضل يديني باليمين والشمال، وانا وقعت على الارض. قلت له: حرام عليك، انا مش قادرة احرك رجلي خالص، وانت كل يوم تبهدل فيا كده. هو انا ذنبي ايه بس؟ عشان كلمتي تتسمع. انت سامع ولا لا؟ مش انا اللي اترد عليا بالطريقه دي. انا ما يتقاليش كلمه لا ابدا، ومش بقول الكلمه اكتر من مره. الكلمه اللي اقولها لك تنفذيها، ومن هنا ورايح هو ده اللي عندي. وبعدها نزل عند امه: حرام عليك اللي انت بتعمله في البيت ده. لو مش عاوزها خليها تروح لحالها، سيبها، بلاش تعمل فيها كده. بقولك ايه يا امي، قومي حطي لي اكل، لان ناوي ما خليهاش تعمل اكل اليومين دول، وانا اضمن منين بقى؟ هي ممكن تحط لي حاجه في الاكل تضيعني بيها. ولما انت خايف كده ما تعملها برحمه. ليه القسوه اللي جواك دي؟ حرام عليك. الستات كلها ملهاش غير كده. بعدين مالك بتدافع عنها كده ليه؟ دي اول يعني واحده اتجوزها واشوفك بتتكلمي معاها بالطريقه دي. عشان البنت دي بالذات حاسة إن هي متجوزة غصب عنها، مش طمعانة في فلوسك زي كل واحدة بتتجوزك. بقولك ايه، أنا مش عاوز كلام كتير، قومي يلا خلصي، حطيلي الأكل. وبعدها قامت، وأنا كنت قاعدة في شقتي. وبعدها أنا كنت مش قادرة أحرك رجلي خالص. وبعدها رنيت عليه: عتمان، خير عاوزة ايه؟ ما أنا سبتلك الشقة كلها، متصلة بيا ليه؟ أرجوك اطلعلي بسرعة، أنا رجلي ورمة وتعبانة جدا، مش عارفة ايه اللي حصل لي. ماشي اقفلي. وبعدها طلع وكان واقف في الصالة، وأمه طلعت: خير يا ابني في ايه؟ يا البنت جرالها ايه؟ شكلها كده اتكسرت، ومش لاقي أي دكتورة خالص عشان تيجي تجبسها، ومش عارف أعمل لها ايه. تأكيد بتهزر. انت مستني الدكتورة تيجي لحد هنا؟ شيل البت يلا وتعالى لما اروح بيها المستشفى. مين اللي هيجي لحد هنا عشان يجبسها؟ ليه بقى؟ وانت عاوزة اي راجل كده يبص على رجليها؟ لا طبعا انا مش موافق على الكلام ده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا اخي خلي في قلبك رحمة شوية، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. شيل البنت بسرعة، حرام عليك. وبعدها رحنا وانا قلت لها في المستشفى: بالله عليك يا حماتي اتصلي باختي خليها تيجي هنا. انت عارفة يا بنتي ان هو ممكن يتخانق معايا، وموضوع زي ده مش هيعدي على خير. اتصرف ازاي دلوقتي؟ على العموم انا هتصرف. وفي شقة بابا خرجت اختي ياسمين. رايحة فين يا ياسمين بالليل كده؟ اوعي تقولي انك رايحة عند سندس تاني. لا مش رايحة عند سندس، رايحة المستشفى. جوزها معرفش عمل فيها ايه، حماتها اتصلت بيا وقالت لي ان اروح بسرعة على المستشفى. خليكي يا بنتي هنا، خليكي مع عيالك. انت عارفة ان جوزها مش كويس، اكيد هيزعق معاكي، هيقولك ايه اللي وداكي هناك. ملناش دعوة. انت بتتكلم بجد يا بابا؟ هو انت مش حاسس ان دي بنتك ولا ايه؟ ازاي بتتعامل بالطريقة دي؟ ده ما ينفعش كده ابدا. وانا عملت ايه يعني؟ كل اللي عاوزه بس
إن ما تحصلش مشاكل ما بينها وما بين جوزها. وأنا كده بقى غلطان ولا إيه؟ أيوة طبعا غلطان. غلطان يوم ما جوزتها لواحد زي ده. الله يسامحك. أنا مش عارفة هو إحنا مش بناتك ولا إيه عشان خاطر تعمل فينا كده. وبعدها هي مشيت. هو بدأ يفتكر زمان فلاش باك. عتمان خارج من الجامع وإبراهيم أبويا كان معاه. ازيك يا معلم عتمان، عامل ايه؟ والله كنت بفكر أجيلك البيت، بس يعني أنا كنت متردد. خير يا عم إبراهيم، في ايه؟ تحت أمرك. أنا تحت أمرك في أي حاجة أنت عاوزها. أنا برضو كنت عاوزك يعني. والله أنا مش عارف أقولك ايه، بس أنا كنت مزنوق في مبلغ مش عارف أتصرف فيه ازاي. حاولت أخد فلوس من حد بس لقيته عاوز ياخد مني فلوس بالربا والعياذ بالله. أنت عارف إن لا يمكن أعمل حاجة تغضب ربنا. أعوذ بالله، معقولة في ناس كده؟ لا طبعا، اوعى تفكر تعمل حاجة زي كده. أنا مستعدة أديك الفلوس اللي أنت عاوزها، بس يعني لما أجيلك البيت. تشرف وتنور يا معلم. بس هو في حاجة في البيت ولا إيه؟ أصل أنا مش فاهم كلامك يعني. بصراحة أنا جاي أشرب معاك شاي. شفت عندك بنت اسمها سندس، كنت بشوفها وهي رايحة وجاية من المدرسة، وصبرت لما تكبر شوية وقلت بقى خلاص جاء الوقت اللي أنا تقدم لها فيه. ايه الكلام ده يا معلم عتمان؟ البنت لسه صغيرة يعني، دي عندها حوالي 19 سنة يمكن أقل. بطل كلامك اللي انت بتقوله ده يا إبراهيم. ايه يعني؟ الراجل ما يعبوش الا جيبه. فكر انت بس في الفلوس اللي انت عاوزها مهر لبنتك، وساعتها الفلوس اللي انت هتاخدها دي مش هتبقى فلوس سلف، دي هتكون فلوسكم ومهرها. وبعدها روح على البيت. سندس قالت: شوف يا بابا، خالتي ام سيد جت من شوية وجابت الهدوم دي، وقالت لو عاوزة حاجة منهم هتبقى بالقسط يا بابا عشان خاطر أكمل جهازي. خلاص سيبك من الكلام ده، تجالك العريس المناسب اللي هيخليكي تتمتعي في العز. أنا مش فاهمة كلامك يا بابا، عريس مين اللي جاهز قوي كده للدرجة دي؟ إنه مش هيخليني أشتري أي حاجة في جهازي. معلم عتمان وجاي النهاردة يشرب الشاي. انت عارفة اللي أنا عاوز فلوس عشان خاطر الأرض، وعارف إنك مش هترفضي. انت أكيد بتهزر. لا طبعا، أنا لا يمكن أتجوز واحد زي كده. انت عارف فرق السن اللي بيني وبينه قد إيه؟ هو في يا بنتي؟ الله، الراجل ما يعبوش إلا جيبه. وبعدين أنا مش بسألك عن رأيك، عشان الجوازة دي هتتم يعني هتتم، لو مش بمزاجك هتتم غصب عنك. انت سامعة ولا لأ؟ يعني إيه يا بابا؟ يعني هتجوز غصب عني؟ هتوافق إن أتجوز واحد غصب عني برضو؟ أيوة، الجواز لازما ولابد إنه يتم. يلا خش جهزي عشان الراجل جاي النهاردة بالليل عشان يطلب إيديكي رسمي. وفعلا جه عتمان وطلب إيديا من أبويا واتجوزني ورحت معاه البيت، وقال لي: اسمعي يا حلوة، انتي هنا مراتي، وأي حاجة تعوزيها أنا اللي هجيبها. يعني خروج من البيت ممنوع، طلوع البلكونة ممنوع، مروح عند أبوكي ممنوع، أختك وأبوكي يجولك ممنوع. انتي سامعة ولا لأ؟ ليه يعني؟ وأنا في سجن ولا في سجن؟ حتى يبقى حرام كده، وده اسمه كلام برضو؟ أنا الكلمة اللي أقولها تمشي عليكي وعلى خلفوكي. انتي سامعة ولا لأ؟ يلا خش غيري هدومك وتعالي يلا. وتاني يوم الصبح بابا وماما جم عندي، ياسمين أختي وعتمان قال لهم: وانتوا ايه اللي جابكم على الصبح كده؟ هو في حد يجي على الصبح كده لحد؟ مفيش إحساس خالص ولا ايه؟ انتوا ايه اللي جابكم أصلا؟ ليه بس كده يا معلم عتمان؟ احنا جينا عشان نطمن على بنتنا ونشوفها هي عاملة ايه. هتكون عاملة ايه يعني؟ عاملة كشري؟ بنتك عايشة عيشة ما كانتش تحلم بيها، لا هي ولا اللي خلفوها. انا اكيد هتبقى مبسوطة 24 قيراط. بس احنا لازم نيجي عشان نطمن عليها. هي فين عشان اشوفها؟ لو سمحت انا عايزة اشوف اختي. انا هنادي عليها، بس هما 5 دقايق تطمنوا عليها وتتكلوا على الله. ودخلوا جوه، وياسمين قالت لأبوها: هو ده بقى الراجل اللي انت جوزته لبنتك يا بابا؟ شايف الراجل عامل ازاي وبيتعامل ازاي؟ الله يسامحك يا بابا، الله يسامحك. وبعدها انا خرجت وقعدت معهم شوية، وعتمان قال لهم: يلا بقى عشان احنا عاوزين ننام، الزيارة خلصت، مع السلامة، وريت موجود زيارات تاني. عودة من الفلاش باك. في المستشفى انا قلت لحماتي: امال فين امي وابويا وياسمين اختي؟ هما فين يا حماتي؟ انا عايزه اشوفهم، عايزاهم يبقوا جنبي. الله يخليكي قولي لعتمان يخليهم يجولي. لا حول ولا قوه الا بالله.
حاضر يا بنتي، طمني خالص وما تقلقيش. وخرجت وقالت له: ما تتصل بأهلها يا عتمان عشان يجوا يطمنوا عليها يا ابني، مينفعش اللي انت بتعمله ده، البنت كده هتبقى لوحدها. وهي لوحدها ازاي بس يا امي؟ احنا معاها اهو، انا وانتي مش هنخليها محتاجة لحد. هما اصلا اهلها دول هيعملوا لها ايه يعني؟ دول زي خيبتها، هما حالتهم حاجة. يا ابني حرام عليك الافتراء ده، هو فيه ايه؟ في الوقت ده جاء ابويا وياسمين اختي، وعتمان قال لهم: انتوا جيتوا ليه؟ ايه اللي جابكم هنا؟ يلا امشوا من هنا. هو ايه اللي نمشي ده؟ احنا عاوزين نطمن على اختي. انت سامع ولا لا؟ والله لو ما دخلتني لاختي لاروح على القسم واعمل فيك محضر. استهدي بالله يا بنتي، مش كده، اصل اختك زي الفل، هي بس رجلها اتكسرت واتجبست، هي كويسه جوه اهي. خلاص، يبقى ادخل لها انا وبابا ونطمن عليها بنفسنا. تعالى يا بابا ندخل لها. محدش هيدخل، يلا من هنا، ولا عندكم اعملوه، امشوا من هنا. يلا يا بنتي، يلا نمشي من هنا يا ياسمين دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عتمان، ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك يا شيخ على كل اللي انت بتعمله ده. ومشى ابويا وياسمين، وانا رجعت البيت ما كنتش بتحرك. وعتمان قال لي: هجيب لك واحدة تخدمك وتشوف طلباتك، وانتي ما تعمليش حاجة خالص. لا والله كتر خيرك، وده من امتى الحنية دي كلها؟ عشان ايه يعني؟ على العموم تشكر، انا بعمل كده عشان ما تتعبيش امي، هي اللي تعمل حاجة في البيت. انتي سامعة ولا لا؟ انا امي ما تعملش حاجة خالص. وبعدها جاب لي ست كبيرة عشان تخدمني. وفي بيت ابويا ياسمين اختي قالت لابويا: يعني انت مبسوط كده؟ مبسوط بالبني ادم اللي جوزته لبنتك، اللي ما يتقالش عليه بني ادم اصلا؟ ما تخليه يعمل فيها كده؟ انت ضميرك مرتاح كده يا بابا؟ وبعدين معاك يا ياسمين، انت عاوزه مني ايه؟ يا بنتي سيبيني في حالي بقى، اسكتي بقى. بذمتك انت مش ندمان عشان جوزت بنتك لراجل زي كده؟ تلاقيك ندمان بس بتكابر يا بابا، ده راجل عديم الاصل والاحساس، وانت غلطان عشان جوزت بنتك ليه. يوه، هتفضلي كده بقى كل شويه تقطميني، كل شويه تقولي لي الله يسامحك الله يسامحك؟ يا ستي ربنا يسامحنا كلنا، متشكر والله. خلاص بقى يا بت، ما تكلميش ابوكي كده، يلا روحي شوفي انتي بتعملي ايه. وانت يا ابراهيم كلم الراجل ده، خلينا اطمن على بنتي. بقولك ايه، انا بكلمها على التليفون، تليفونها مقفول، مش عارفه اوصلها، مش عايز مشاكل مع الراجل ده. انزلي من على وداني انتي كمان، انا هبقى اكلم عتمان بعدين شوفها عامله ايه. وعندي قلت لعتمان: انا عاوزه التليفون بتاعي اللي انت قافله ده عشان اكلم امي وابويا واطمنهم عليا. انا كلمتهم وطمنتهم عليك يا عين امك وابوكي، خلاص بقى مش لازم تكلميهم تاني. انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، مش كفايه اللي حصل لي بسببك؟ ارحمني بقى. والله لو صوتك عالى تاني لحوم اوريكي شغلك واوريكي مهامك يا بنت الله. اكتمي نفسك، انت سامعه ولا لا؟ وبعدها سابني ومشى. وانا قلت اللي بتشتغل عندي: انا عايزاكي تنضفي الاوضه دي وتدخلي على الاوضه التانيه، يا ريت تخلصي بسرعه قبل ما يرجع. وبعد شويه جالها ابنها الشاب وقالت له: تعالى يا ادهم يا ابني، هات لنا الحاجات دي بسرعه من السوق عشان مش هينفع اسيب الست سندس واروح. حاضر ياما، هجيب لك كل اللي انت عاوزاه، هرجع على طول. وانا شفت وقلت لها: انت ما قلتليش ان معاكي شاب كبير؟ ايوه يا ست سندس، ده ادهم ابني الكبير، الراجل بتاعي ربنا يحفظه، عمره ما قال لي لا على حاجه ابدا، باين عليه مؤدب قوي. وبعدها رجع ادهم وانا قلت له: شكرا يا ادهم، تعبناك معانا، انما قولي انت بتشتغل ايه وعندك كام سنه؟ انا عندي 23 سنه وبشتغل في محل ملابس، وبالليل بشتغل على تاكسي. الحياه صعبه وانا لازم اكافح فيها عشان اقدر اصرف على امي، بس هي مصممه انها تشتغل وتتعب نفسها. ربنا يخليك ليها، انت باين عليك جدع قوي يا ادهم، خد الفلوس دي خليها معاك. لا 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 تشكري يا ست سندس، انا معايا، عن اذنك بقى انا هروح اشوف شغلي وارجع بالاذن. انا هو ماشي ادهم، وانا فضلت افكر فيه، كنت بقول لنفسي: هو انا ليه ربنا ما كرمنيش بواحد زي ده، شاب من سني وصغير وشكله وسيم وشكله جدع قوي. اهو كنا بنينا نفسنا بنفسنا، فضلنا مع بعض. منك لله يا عتمان، ربنا ياخدك وارتاح منك ومن قرفك ده.
وبعدها عدت الأيام، وياسمين أختي كانت معدية من قدام بيت أهل سعاد مرات عتمان اللي قبلي، وقالت لأمها: ازيك يا خالتي هانم، عاملة ايه؟ اللي هو مفيش أخبار عن سعاد بنتك لحد النهاردة؟ محدش يعرف عنها حاجة؟ لا والله يا ياسمين يا بنتي، مفيش أخبار عنها خالص. والزفت اللي اسمه عتمان ده لما رحنا سألنا عليها عنده قال إنها هربت من البيت، وهربت مع واحد كانت مرتبة معاه. وهو قال كده ليه؟ منه لله. إن شاء الله ترجع لكم بالسلامة يا خالتي وتطمنوا عليها. يا رب يا بنتي يا رب. والله هتجنن عليها من ساعة ما مشيت ومعرفش عنها حاجة، وقلبي وجعني عليها قوي. ربنا يطمنك عليها يا خالتي. بالإذن أنا بقى همشي، مش عاوزة حاجة مني؟ واتصلت بيا ياسمين وقالت لي: أخيرا تليفونك اتفتح يا بنتي، أنا كنت قلقانة عليكي قوي. انت عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله. مش أبوكي مبسوط باللي أنا فيه ده يا ياسمين؟ يجي يشوف حالي بقيت عاملة ازاي. ده أنا خدت منه التليفون بالعافية، منه لله. اسكتي يا سندس، مش أنا عديت على أم سعاد اللي كان عتمان متجوزها قبلك وقالت إن هما مش لاقيين بنتهم لحد دلوقتي؟ هو كان قايل إنها هربت مع واحد، مش عارفين هي راحت فين لحد دلوقتي. منه لله، لو كان ظلمها وافترى عليها، وهو راجل مفتري بصراحة. من خلقته مش ببقى طايقاه. معرفش بقى انت عايشة معاه ازاي، ربنا يكون في عونك، بس ابوكي هو السبب في اللي انت فيه. يلا بقى نصيبي كده يا ياسمين. طب انا هقفل دلوقتي وابقى اكلمك تاني. ودخل عتمان وقال: هو انت كنت بتكلمي مين يا بنت انت على التليفون؟ هكون بكلم مين؟ بكلم اختي ياسمين. ولو مش مصدقني خد التليفون وشوف بنفسك. وفعلا خد الفون وتأكد ورمهولي وخرج برا. وعدت الأيام وبتكلم أنا وأدهم، كنا بنتكلم كتير قوي. وفي يوم أبو سعاد كان في الأرض ولقى جثة وقال: إيه ده؟ دي بنت سعاد. أيوة هي يا بنتي يا حبيبتي. مين اللي عمل فيكي كده يا حبة عيني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفضل يعيط وبلغ الحكومة، وجت وأخدوها على المشرحة وبعتوا العتمان وقال: انت بتقول يا حضرة الضابط، يا ترى مراتي مين اللي عمل فيها كده؟ مين اللي دفنها في الأرض؟ بعدين دي أرض أبوها كده يا عم محمد. وأنا عشان قلتلك إن بنتك هربت مع واحد تقوم تعمل كده فيها؟ لا لا، مالكش حق يا راجل. يا ابني أنا ما عملتش فيها كده، هعمل فيها كده إزاي؟ مهما حصل دي بنتي. والله يا حضرة الضابط أنا ما عملتش حاجة في بنتي. اهدى يا حاج. طيب هو أنت يا حاج عتمان شفتها بعينيك وهي بتهرب مع واحد، ولا أنت بتقول كده وخلاص؟ بين الله حليم ستار. أنا مراتي دي كانت ست خاينة، كانت كل يوم مع واحد، وأنا شكيت فيها وأدبتها واديتها على حنطور عينها بدل المرة 100، لحد ما جت وقالت لي إنها خلاص هتهرب مع حبيبها. أنا كنت فاكرها بتهزر، لكن تاني يوم ما لقيتهاش في البيت خالص، وعرفت إنها نفذت تهديدها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عتمان. أنا بنتي كانت أشرف من الشرف، أنت إزاي بتتكلم عليها كده؟ اتقي ربنا، ده حتى هي في دار الحق وأنت في دار الباطل. يا راجل يا لما بتعرفش ربنا. الله، أنا بقول كل اللي أنا أعرفه. ولا حضرة الضابط واللي هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى وحش تحاسبينه عليه. خلاص يا عتمان، يلا اتفضل بقى من هنا. وانت دلوقتي يا حاج محمد هتفضل معانا شوية. يعني امشي انا يا باشا؟ بالإذن. ومشى عتمان ورجع عند أمه وحكى لها، وهي قالت له: ليه يا ابني كده؟ انت عارف ان البت سعاد كانت عمرها ما تعمل كده. انت اللي بتظلمها وهي حية، وكمان بتظلمها بعد ما قابلت وجه كريم. تستاهل ياما، عشان انا معرفتش واحدة ست اللي لو كانت خاينة كلهم كده صنف زبالة. خلاص يبقى ما تتجوزش وما تظلمش بنات الناس معاك. حرام عليك بنات الناس طالما مش عارف تعملهم كويس وبتتهمهم بالباطل. وابطل اتجوز ليه طالما انا مقتدر ومعايا؟ انا اتجوز مرة واتنين وعشرة طالما اقدر اصرف واجيب وافتح بيت. قومي يلا، قومي هاتيلي الاكل ياما. طب يعني انت متجوز ما اكلت من ايد مراتك؟ افرضي اكلت من ايديها وهي حطت لي حاجة في الاكل ورحت انا في ابو نكلة، مش هتزعلي عليا يعني ولا ايه؟ ربنا يهديك يا ابني يا رب. مش عارفة انت طالع ليه مين، ده ابوك ما كانش كده ابدا،
وقعد يفتكر لما كان عايش مع سعاد وهي قالت له في الأشباك: أنا هروح أزور أمي وأبويا، أنا نفسي أشوفهم يا عتمان، أنت على طول حابسني كده في البيت، حرام عليك كفاية بقى. وأنا قلت مفيش خروج من البيت، عاوزة تخرجي عشان خاطر تكلمي ده وتكلمي ده وتمشي على حل شعرك. هكلم مين؟ هو أنت اتجننت؟ أنت ازاي تقول كده؟ أنت لا يمكن تكون بني آدم أبدا، أنت شيطان يا عتمان، أنت اللي بتقول كده، حرام عليك. بقولك كده عشان أنا عارفك. اسمعي يا بنت انتي، أنا بشك فيكي، وطول ما أنا شاكك فيكي مش هسيبك أبدا تروحي ولا تيجي. منك لله يا مفتري، روح إلهي ربنا ينتقم منك يا بعيد وياخدك وارتاح من شرك، ده انت شر ماشي على الأرض. تبتدي عليا يا بنت الله؟ طب وربنا لو وريكي. ودخل يدور على كرباج، لكنه دخل وخرج بإيد الهون واداها على دماغها لحد ما فرقت الحياة ولفها في السجادة، وبعدين أخدها ودفنها في أرض أبوها. وبيدفنها كانت هي صاحية، وساعتها شافها وهي بتفتح عينيها وقال: وانتي لسه فيك الروح؟ هخلص منك امتى بقى يا شيخة؟ يلا غوري في داهية. ودفنها وهي عايشة، ومن بعدها محدش عرف حاجة عنها خالص. عودة من الفلاش باك. وانا كلمت ادهم في التليفون وقلت له: انا اتعلقت بيك يا ادهم خلاص، ما بقتش قادرة ابعد عنك خالص، بقيت عايزة اشوفك كل يوم، انت بقيت بتوحشني اوي. وانتي كمان يا سندس بقيتي بتوحشيني اوي، بس انا مش عارف اجيلك عشان عتمان امي قالت عليه انه صعب جدا وانه بيمد ايده عليكي على طول، واللي زي عتمان ده يستاهل انك تطلبي منه الطلاق. طلبت الطلاق يا ادهم وهو رفض. هو بيبقى فرحان كده وشايفني وانا متبهدله وبيتبسط من اللي بيعمله فيا. انا مش عارفه اعمل ايه عشان انا بقيت بكرهه خالص ومش طايقاه. خليكي زني عليه عشان تطلبي منه الطلاق، وبعد ما يطلق انا وانت هنتجوز. انا بحبك قوي يا سندس. وانا كمان يا ادهم بحبك قوي، مش قادره استغنى عنك. بقول لك ايه، انا هقفل دلوقتي عشان انا سامعه صوته بره. يلا سلام. وقفلت مع ادهم ومسحت المكالمه بسرعه، ودخل عتمان وقال لي: انت عامله ايه دلوقتي؟ رجلك خفت ولا لسه؟ انا امي بتقول انك بقيتي بتمشي عليها شويه. يلا يلا امشي عشان اكسرها لك تاني. هو انت ايه يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت مفيش فايده فيك خالص. طولي بقى لسانك عشان اقوم اوريكي شغلك واجيبك من شعرك. وبعدها بيومين قال ان هو مسافر على المركز عشان عنده شغل، هيغيب يومين. وانا قلت لهانم: انا خلاص بقيت كويسه، انتي روحي، ولو احتجت حاجه هبقى ابعتلك. طب ما تخليني معاكي، اصل سي عتمان لو رجع ولقاني سايباكي هيزعق معايا. لا لا يا هانم، امشي انتي وانا هتصرف. يلا مع السلامه انتي. ومشيت هانم وانا اتصلت بادهم قلت له يجيلي بس من غير حماتي ما تاخد بالها منه. وفعلا جالي وقضيت اليوم معاه وقلت له: بص يا ادهم، انا لازم اخلص من عتمان، انا تعبت منه ومن قرفه ومن اللي شفته معاه، ده راجل لا يطاق. طب هنعمل ايه يا سندس؟ وانا معاكي في اي حاجه، هخلص عليه يا ادهم واخلص منه للابد، وانت هتساعدني. انت بتقولي ايه؟ لا طبعا مش هيحصل كده ابدا، لا يمكن اعمل حاجه زي كده. ليه يا ادهم؟ وانت مش بتحبني؟ وانت مش مستعد تعمل اي حاجه عشاني؟ ليه بقى مش عاوز؟ هو انت مش شايف هو بيعمل فيا ايه؟ انا عارف اللي هو بيعمله، بس نقضي عليه لا يا سندس، دي مصيبه. احنا ممكن حبل المشنقه يتلف حوالين رقبتنا، الموضوع مش بالساهل كده. امال نعمل ايه؟ هتقولي اتطلقي؟ هقولك ان هو مش عاوز يطلق، وحتى لو طلقني انا هطلع من المولد بلا حمص، انا لازم اخد حقي منه. يعني هو انت لو عملتي فيه كده الحكومة مش هتعرف ولا ايه؟ اكيد هيعرفوا وهنروح في 60 داهية. ارجوك يا سندس بلاش. لا لا يا حبيبي، انا هعمل كده عشان هو يستاهل كده. طب متعرفش انا عايشة معاه ازاي والمر اللي انا شرباه من كعاني. وبعدها بيومين رجع عتمان. في النيابة كانوا بيعملوا تحريات ولقوا شعر في ايد سعاد، وبعد ما حللوه طلع على عتمان. والظابط قال: انا كنت شاكك في اللي اسمه عتمان ده ان هو اللي مرتكب الجريمة. تصور يا فندم ان هو اتهم ابو سعاد ان هو اللي قضى عليها ودفنها في ارضه. الراجل ده لازم يتقبض عليه. وكيل النيابة: خلاص يا وليد، اصدر امر بالقبض على عتمان وتروحوا تجيبوه وتقبضوا عليه، انا مديك الامر بالقبض عليه. وفي البيت عتمان قال لي:
بقولك ايه، في اكل انا كنت جايبه من عند امي من تحت، كلت منه شويه. ما بحبش اكلك ماسخ. يلا جهزيلي بقيه الاكل عشان اكل لقمه عشان نازل تاني. بس كده، من عينيا الاتنين. حاضر، هحضر لك كل اللي انت عاوزه. ودخلت سندس وحطت الاكل لعدمان، وقعد ياكل فيه زي المفجوع، وقال: وانت هتفضلي بصلي كده كتير؟ مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ لا مش هاكل. اطفح انت بالسم الهاري. انت بتقولي ايه يا بنت الله؟ انت مش عارفه انت بتقولي ايه؟ لا يا عتمان، عارفه بقول ايه. نسيت اقول لك، اصل انا حاطه في الاكل ده اللي يهري بطنك. انت بتقولي ايه يا بنت انا مش هسيبك وربنا ما هسيبك. تعالي. واول ما قام راح واقع على الارض، وكان خلاص مش قادر، كان بيحتضر. وانا قلت له: يلا يا عتمان، يلا بقى، غور. انا عاوز ارتاح منك واتجوز الانسان اللي انا بحبه. انا بحب ادهم ابن هانم، شاب صغير من سني، انما انت ما تطقش. ده انت الحيوانات احسن منك. اه يا بنتل. وفي الوقت ده الباب خبط، ودخل الضابط عشان يقبض عليه، وقال: ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انت مالك؟ عتمان كان بيتكلم بالعافيه. بنت الله قضت عليا. وبعدها عتمان غمض عينيه، وخدونا قالوه على المستشفى. وانا الضابط خدني، قعدوا يحققوا معايا، واعترفت لهم اللي انا عملت كده في عتمان بعد المر اللي انا شربته معاه. لكن المفاجأة ان عتمان لحقوه وما كانش توفى، وانا اتقبض عليا واتحبست بتهمة الشروع في قتل. اما عتمان بعد ما طلع من المستشفى اتسجن واتحاكم، وحبل المشنقة اتلف حوالين رقبته على عمله في سعاد. وانا خلاص خلصت العقوبة اللي عليا وخرجت. طبعا انا اعترفت ان ادهم ما كانش له علاقة باي حاجة، انه رفض ان هو يشاركني في اللي عملته في عتمان. وعلى فكرة، انا وهو هنتجوز ونعيش مع بعض. انا عارفة اللي عملته معاه كان غلط لما كنت على ذمة عتمان، بس بجد انا ما كانش قدامي حل تاني. انا ما كنتش عارفة اعمل ايه، وعاوزة اقول انا خدت جزائي لما حاولت اقضي على عتمان، بس رحمة ربنا بيا كانت كبيرة ان هو ما توفاش. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة. ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.